لا مش فيش كده مره هم طبعا ما دي قناه الاهلي بقى الصحفيين كلهم بقى كده مره واحده مش عشان احنا من الزمالك او من الاسماعيلي، احنا مصريين وجايين. مش عاوز اقول دعم النادي الاهلي، النادي الاهلي مش محتاج الدعم بتاعنا، لكن بس لمجرد اظهار مشاعرنا مع جماهير النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي واللعيبه والاداره. واحنا في نهايه المطاف احنا كلنا مصريين، يعني المصاب مش مصاب بالنادي الاهلي بس او جماهير الاهلي، مصاب لمصر كلها بما فيهم احنا. فاحنا وجودنا النهارده مجرد ان احنا بس نحاول ان احنا نتكلم حتى مع اللعيبه، وده اللي طلبه مستر مانو جوزيه مني ان انا اتكلم كلمه عليهم، ان انا ممكن لازم يخرجوا من الحاله النفسيه اللي هم فيها، بالرغم ان احنا مقدرين الظروف اللي كانوا فيها والموقف اللي كانوا فيه، احنا ما شفناهوش لكن هم اللي حاسين بيه اكتر مننا. لكن هم لازم الحياه لازم تستمر، فهم لازم يحاولوا بقدر الامكان ان هم يخرجوا من الحاله النفسيه والمعنويه اللي هم فيها. كابتن حسن، وبقول دايما يا رب يصبرنا ويصبر اسر الشهداء. يعني ابرز الكلام اللي حضرتك قلت للعيبه، قلت للعيبه ايه؟ نعم ابرز الكلام اللي هو ده، ما هو ده الكلام اللي اصلا مش هتكلم معاهم في نواحي فنيه، فنيه معنويه معنويه يا كابتن. لازم يخرجوا من الحاله النفسيه والمعنويه اللي هم موجودين فيها، بالرغم ان احنا بنقدر ان هم اللي كانوا في الموقف، واللي بيكون في الموقف بيبقى مشاعره بيبقى او احاسيسه بيبقى حاسس اكتر من الناس اللي ما شافتش. احنا شفنا في التلفزيون لكن بس في الملعب، وده الكلام اللي بيقولوه في الحياه لازم تستمر، ولازم هم يحاولوا يخرجوا من الناحيه النفسيه والمعنويه اللي هم موجودين فيها، بالرغم ان احنا بنقدر ظروفهم ونقدر مشاعرهم واحاسيسهم. هو ده الكلام تقييم حضرتك ايه؟ اللي طبعا ما فيش حاجه غير كده تتقال. مستر مانويل ساب التدريب وخرج لحضرتك، تقييمك او رد فعلك عليه؟ لا هو مش رد فعل، هو الراجل طول عمره راجل محترم، يعني مش عشان هو طلع وقابلنا، لان هو عارف ان احنا جايين عشان نقعد معاه ومع اللعيبه وبتاع، فهو الراجل وقف التمرين وطلع عشان احنا يبقى شيك هاند ونسلم عليه وبتاع، ونقدر نقول كلمه مع اللعيبه او نتكلم معاه ونتكلم مع اللعيبه، فدي حاجه هو الراجل طول عمره كابتن. انت اتكلمت معاه او ما اتكلمتش بركات يا كابتن او رايك في القرار؟ لا انا بركات لسه ما قلتش، انا كنت فاكر هنا على اساس ان قلت اتكلم معاه، انا ما كلمتش حتى في التليفون بركات، انا قلت سيب الامور على اساس اداره النادي الاهلي طبعا مش عاوز اقول ادرى مني، لكن اداره ان احنا عندها القدره ان هي تقنع، لان بركات لسه قدامه ممكن يدي كمان كتير يعني. ودي من الحاجات اللي انا كنت متوقع ان انا اشوف بركات النهارده اكلمه في الموضوع، بس انا ما شفتوش. كابتن حسن، اتكلمت عن امكانيه عوده الدوري او الماتشات او الكلام ده؟ والله لا، الحاجات دي مش بتاعتنا احنا، يعني قصدي يعني انتوا كاجهزه فنيه مثلا. اجهزه فنيه دي بقى هتبقى راجع حاجه اداريه، احنا بنتكلم في النواحي الفنيه بس، لكن الحاجات الاداريه اللي هي تتبع مجلس اداره الزمالك ومجلس اداره الاهلي، اذا كان هيبقى في مجلس اتحاد الكوره، كل الحاجات دي هي منهم يعني بينهم وبين بعض، لكن احنا ما بنتكلمش في مع ولا ضد عوده الدوري؟ لا انا مع ومع ضد، في الوقت الحالي ضد، يعني في الوقت الحالي ضد، ان احنا كلنا مكسورين، خد بالك مش النادي الاهلي او جماهيره بس، احنا كلنا كأسرة كرة القدم في مصر مكسوره، واحنا دي الرساله اللي احنا كنا من زمان بنحاول نوصلها للجماهير، وهي حته ان احنا نبعد عن القصر، عاوزين نرجع كما كنا زمان زي ما بيقولوا، يعني في الزمن الجميل الناس رايحه تتمتع بالكوره ورايحه تتمتع بالمباراه، وبعدين الكوره غالب ومغلوب، وبعدين احنا علاقتنا مع بعض كاجهزه فنيه وكلاعبين محدش يعرف عنها حاجه، بس هي في السر، ان دي حاجات شخصيه، بنتقابل بنكلم بعض بنسال على بعض، ودي لازم تعلن للجماهير عشان الجماهير يبقى عندها نفس الاحساس ونفس المشاعر نفس الشيء، عشان نبعد عن حته التعصب. كابتن حسن، شايف النهارده زياره حضرتك للنادي الاهلي من الممكن ان نبني عليها للروح الرياضيه او لعهد كروي؟ لا ما هي الزياره دي، الزياره دي متكرره، يعني في حد بيقول لي اول مره تيجي النادي الاهلي، فقلت له دي مش اول مره، يمكن اول مره وانا مدير فني لنادي الزمالك، لكن دي للمره الرابعه والخامسه لما كنت موجود مدير فني منتخب مصر، جيت هنا اكتر مره مستر مانو جوزيه وحسام البدري والمجموعه دي كلها، فهي دي مش اول مره زيارتي للنادي، بس هي زيارتي كنت اتمنى ان هي ممكن تكون في مناسبه احسن من المناسبه دي. لكن الظروف يا كابتن حسن يعني خلت حضرتك تيجي في وقت زي ده ان احنا نبني من اول عهد ما بين مش ما بين الاهلي والزمالك، بين جمهور الاهلي يعني والزمالك. هي دي رساله، وكان الكابتن سيد برضو كان بيتكلم معايا دلوقتي في قناه الاهلي، دي رساله احنا من خلال علاقاتنا الشخصيه، من خلال زي ما بيقولوا صداقتنا مع اللعيبه ومع الاجهزه الفنيه وبتاع، يا ريت الكلام ده ما يبقاش بقى في السر، يبقى في العلن، عارف ازاي؟ لان احنا بنسال على بعض، بنطمن على بعض، بنتقابل بس ما حدش يعرف الكلام ده.
الناس عارفه ان احنا لما نتقابل في الملعب يبقى زي ما بيقول لك نائب ونقير. لا 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 لا، احنا علاقتنا خارج الملعب اكتر منها داخل الملعب. فدي الرساله اللي احنا عاوزين نوصلها لجماهيرنا، ان احنا يا جماعه يعني انتوا ضد بعض ليه كجماهير؟ ده الكوره يعني مكسب